لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2341 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1731 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 26 من مارس الجاري. وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 36176 مخالفة، وإنجاز 6372 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 29804 جرامات صلحية. وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6,361,600 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3343 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6372 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 286 مركبة.